برضه. اخبارك ايه؟ الحمد لله الله يخليك. وقفيه بس عشان يصور. يا بيه اشخاص مش مكان، اشخاص افهم وجهة نظري، اشخاص دي زيك مكان غيرك هو اللي بس احنا هنا لا هم مش مصريين، انما التأكيد بتاعنا مصريين. وجهة نظري اقول لك انا مش متضايقه ليه؟ لا حضرتك انا ما اروحش استفز في العساكر واقول لهم انتوا مش رجاله واشاركوا في اقصى الالفاظ بتاعتكم، وهم لما بيحكوا يا رب المنشات ما عملوش حاجه غلط غير انهم بيعملوا شغلهم، وبعد كده اما يستفزوا واطلعهم عن شعورهم يجوا يدافعوا عن نفسهم حاجه يستحمل الحاجات دي بيبقوا طبيعي يتضحك. انت بتحاول تنزل كده هو بيبقى طبيعي يتضحك ده من حاجه هو بيقولوا ليه احنا قلنا لهم انت مش رجاله خلينا تعالى اوريك انا راجل ازاي. هو ده حضرتك مش عايز 18 20 سنه 11 برضه هم يعني يطلعوهم عن شعورهم ويشتموهم ويبهدلوهم، وبعدين لما يحاولوا يدافعوا عن نفسهم نقول عليهم بقى شهداء وغلابه ولا حته ست ابليس اللي نايمه في الخيم اللي نايمه في الخيم يعني متاثره قوي عشان العمليه بتاعتها ده متفبركه البنت دي متفبركه. هقول لك على حاجه متفبركه اسمها اللي عاملها عشان المفروض كجهه شرطه او متفبركه هي جزء من اللي عاملها. ايوه تمام ايوه بص الكوتشي بتاع الواد متفبركه البنت دي متفبركه. لا مش لازم ده كوتشي هو بيرفع كوتشي ما يبان في واحد فيهم معانا بس هي فكره ايه؟ بس ليه ما عملتوش عليها وهي عيال الشوارع دول عيال الشوارع واحد بيتكلم برضه يلا الثوره بتاعتهم البلد دي ايوه